كان عندي كام درس كده، هما ما يعتبروش دروس قوي يعني، هما يعتبروا نصايح للناس اللي في سني والاصغر مني والاكبر مني اللي لسه مش حاجه في حياتهم، عايزين يعملوا حاجه في حياتهم. اعرف الناس اكبر منك، الناس الاكبر منك هي اللي هتساعدك انت تحسن من حياتك، هتديك خبراتهم اللي هم اصلا خدوها في الدنيا لان هم كبار، فاهم؟ وكل ما تكبر في السن كل ما بيكون عندك خبره اكتر في اي حاجه، مش بس في الحياه، في اي شغلانه. لو كل ما تقدم في الشغلانه كل ما يكون عندك خبره اكتر فيها. فانت خليك سابق بخطوه بقى، واعرف ناس اكبر منك يدوك الخبره دي على الجهاز من غير ما تطلبها، من غير ما تتعب علشان توصل لها. لان تعاملك معاهم بس من غير ما تطلب منهم حاجه هيبان فرق التعامل، فاهم؟ هيبان فرق الدماغ وفرق طريقه التفكير وفرق النظر الحياه وكل المشاكل والصعوبات اللي ممكن تقابل اي حد في الدنيا، فاهم؟ لكن اللي في سنك ما عندوش حاجه يديها لك غير الوقت ان انت تضيعه، فاهم؟ فقلل من عادتك مع اللي في سنك واكتر من قعدتك مع الناس اللي اكبر منك، لان هم فعلا دول اللي ممكن يساعدوك في اي حاجه. حتى لو مش هيكونوا معاك في اي حاجه انت عايز تعملها، يديك نصايح ازاي تتفادى الاخطاء، ازاي تعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها بشكل احسن، ازاي تبدا صح، ازاي تاخد الخطوه الاولى في اي حاجه في الدنيا صح، فاهم؟ على عكس اللي في سنك ما عندوش حاجه يديها لك اصلا، فاهم؟ لان هو لسه في سنك اساسا. بس تاني نصيحه ممكن اديها لك هي ان انت تتعلم ماركتينج، تتعلم ازاي التسويق، مش بس عشان تسوق لمنتج ولا لشركة ولا لأي حاجة، فاهم؟ تعلم تسوق عشان تعرف تسوق لنفسك، تسوق لنفسك وان انت تبيع مهاراتك وتظهر ازاي انت شاطر في اي حاجة، فاهم؟ تظهر الحاجات انت شاطر فيها، لان ممكن في يوم من الايام تعرف تبيع الحاجة اللي انت شاطر فيها دي وتكسب منها، فاهم؟ ومش بس يكون مقابل مادي، لا، يكون مقابل معارف كمان، لان انت حتى لو دخلت في اي شركة دلوقتي هتلاقي في قسم مخصص للعلاقات العامة، فاهم؟ لان العلاقات هي اللي بتفيد في اي حاجه، وبالذات لما يكونوا مع الاكبر منك، لان طريقه تفكيرهم بتبقى مختلفه، طريقه تنفيذهم لكل حاجه بتبقى مختلفه على العكس اللي في سنك. اللي في سنك عايز يلعب لسه، فاهم؟ يقول لك لسه بدري على الوقت ان انا افكر في الحاجات دي. فانت خليك سابق بخطوه، خليك سابق بخطوه، هتلاقي الفرق، هتلاقي فرق كبير قوي في حياتك. هتلاقيك انت اصلا على ما تيجي اللي هم في سنك دول يبداوا يفكروا ان هم يعملوا حاجه، تلاقي نفسك انت عملت حاجه اصلا، ومش بس حاجه واحده، ممكن تعمل حاجه واثنين وثلاثه واربعه لانك كنت سابق بخطوه. بس اتمنى يعني ان الدرس ده او النصيحتين دول ممكن يفيدوا اي حد او يساعدوا اي حد. فكر فيها شويه، هتلاقي الكلام ده هو اللي صح، هتلاقي ده اصلا المفروض اي حد يعمله عشان يتعلم حاجه، فاهم؟ لان انت حتى لو شفت انت بتروح المدرسه بتلاقي في استاذ بيعلمك، لان الاستاذ ده كان تلميذ قبلك وخد خبره فبقى مدرس، فبيعلمك اللي هو خده، بيعلمك خبرته، فاهم؟ فهي الدنيا كلها ماشيه كده، واحد عنده خبرات بيدال اللي ما عندوش خبرات، فانت روح باللي عندهم خبرات وخد منهم الخبرات قبل ما هم يجولك، لان هم ما بيجوش، فاهم؟ انت لازم تروح له. بس